عن قرار لمجلس الإداري بالمساهمة بحوالي 100 مليون دولار، وهذا اقتراح من المساهم الرئيسي فيه العاهل المغربي محمد السادس. ان شاء الله نفس الفزعه زاد ليبيا وعلى مستوى النجوم اللي قاعدين يعملوا في حمله المغرب ان شاء الله يعملوا نفس الحمله لليبيا. قرار صندوق النقد والبنك الدوليين الابقاء على خطه عقد اجتماعاتهما في مراكش الشهر المقبل هو دليل على الثقه التي تحظى بها المملكه المغربيه. كذلك المؤسسات الدوليه على غرار صندوق النقد الدولي يثقون في المغرب ويثقون في هذه الإصلاحات التي ستقوم بها المغرب. السلام عليكم خوتي المتابعين والمتابعات الأوفياء والوفيات لقناة مروكو فوريفر. كنتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير، نتمنى أنكم تكونوا مزيان وفي أفضل أحوالكم. كيف ما شاهدتوا معايا الأصدقاء في الانترو، فيديو جديد، فيديو يستحق أنكم تشاهدوه. في البداية كنشكركم بزاف على الدعم ديالكم والتشجيع ديالكم المتواصل لنا. ما تنساوش أنكم تزيدوا تدعمونا وتشجعونا الأصدقاء باش نزيدوا نواصلوا ونستمروا في هذا الكونتوني هذا. باش ما نطولش عليكم اخوتي المغاربه، نخليكم مع الفيديو تشاهدوه ونتلاقاو في النهايه ديالو. حكينا قبيله شويه على ليبيا، باش نحكي على المغرب وتدفق التبرعات الاثريه للمتضررين من الزلزال. مساهمات ماليه دفقت بقوه على صندوق اللي احدثه المغرب من اجل مواجهه اثار الزلزال اللي ضرب المملكه، خاصه بعد ما تم الاعلان عن التعويضات اللي باش تمنح للمتضررين. وتظهر المساهمات التضامنيه هذه موجوده في الصندوق جيت من شركات ومن اثرياء، وانضم عدد كبير من النجوم المغاربه وايضا العالميين الى الحملات الداعيه الى توفير الدعم للمتضررين من الزلزال. و يعني رقم مهم قاعدين نحكيو على مساهمه بحوالي 100 مليون دولار. هذه صندوق الاستثمار عن قرار لمجلس الإداري بالمساهمة بحوالي 100 مليون دولار، وهذا اقتراح من المساهم الرئيسي فيه العاهل المغربي محمد السادس. ان شاء الله نفس الفزعه زاد ليبيا على مستوى العالمي، على مستوى العالمي وعلى مستوى النجوم اللي قاعدين يعملوا في حمله المغرب ان شاء الله يعملوا نفس الحمله لليبيا. هنا يراو من باب هذه الدعوه باش يعملوا حمله مش دعوه للتفرقه، لا احنا بالنسبه لنا كيف راه ليبيا المغرب الكلهم كيف بالنسبه لنا، ولكن ماذا بينا يمكن زيد الحضور المغربي القوي في الكوميونيكاسيون في عالم الشوبيز وفي اللوبيين هو اللي خليها وانه تكون حاضره اكثر في الحملات هذه. نتمنى وانه نفس الشيء يكون في ليبيا. كانت هذه خليك بوزيتيف. خليك بوزيتيف. بعد شويه باش نحكيو الامارات تدعو الى تحرك عالمي لمواجهه ندره المياه. باش نحكيو على العالم الهولندي اللي يحذر مجددا من زلزال قوي بشده 8.5 درجات خلال الساعات القادمه. يقول البريس. بعد شويه يلا نسمعوا شويه موسيقى. اسماء المنور تغني لنا عنده الزين وراجعين. العالم الهولندي يحذر مجددا زلزال قوي بشده 8.5 درجه خلال ساعات قادمه. نقرا عفاف نقرا لانه تصدق معنا اي نقرا ما قالش وين هذا. هاو نقول لكم هذا نعطيكم المقال. نذكروا انه هو اللي كان توقع من قبل الزلازل نتاع تركيا وزلزال المغرب زاده كان توقع قبل بساعات. دونك عالم الزلازل الهولندي المثير للجدل فرانك هوجر بيتس يقولوا انه يمكن ان يؤدي اقتران المريخ وعطارد والمشتري الى هزه قويه في الساعات المقبله في الفلبين ومنطقة جنوب شرق آسيا. دونك يحذر وأنه فما زلزال قوي قد تصل قوته ل 8.5 درجة على سلم ريشتر، وهذا خلال الساعات القليلة القادمة. وباش تعقبوا هزات أخرى قد تبلغ شدتها 6 درجات ما بين 26 إلى 28 سبتمبر الجاري. أنا قلت لك نصدقوا عفاف علاش؟ لأنه هو من أول الناس اللي قبل ب3 أيام من يصير إعصار تركيا توقع الإعصار هذايا زلزال عفوا تركيا توقع الزلزال هذايا وحذر منه وقال فما زلزال قوي باش يضرب منطقة تركيا. العباد كلها استهانت يعني بالتحذير
التحذير نتاعو، وشفنا اللي زلزال صار اللي مشى ضحيته 50,000 ضحية، أكثر من عشرات الآلاف من الجرحى، وكان معناها زلزال اللي هد العالم الكل والناس الكل. أنا ربي يستر إن شاء الله، لكن أنا نصدقه لذلك لابد من اتخاذ الإجراءات الضرورية بالنسبة لمتساكني الفلبين. قرار صندوق النقد والبنك الدوليين الإبقاء على خطة عقد اجتماعاتهما في مراكش الشهر المقبل هو دليل على الثقة التي تحظى بها المملكة المغربية من طرف هذه المؤسسات. الكلام لوزيرة الاقتصاد والمالية المغربية نادية فتاح العلوي، أعادت فيه القرار إلى ما وصفته بالتدبير المحكم لتبعات الزلزال الذي ضرب المنطقة مطلع سبتمبر. هذا القرار كيدل على الثقة اللي كتحظى بها المملكة المغربية من طرف هذه المؤسسات جراء التدبير المحكم والفعال والناجع لتبعات هذا الزلزال المؤلم ديال الحوز اللي اندلع يوم 8 سبتمبر. هذه المؤسستين مع شراكة مع الحكومة المغربية وقفوا ميدانيا وتأكدوا بأن كاينة تعبئة شاملة لجميع السلطات المحلية وكذلك المجتمع المدني وجميع القوى الحية باش يكون تدابير فعالة وناجعة وكذلك فورية من أجل المتضررين. للأسف راه كتعرفوا شحال الناس ضروا بهذا الأزمة، وكذلك من جهة أخرى تأكدوا بأن البنية التحتية بأن التجهيزات اللي غتمكننا من تنظيم هذه التظاهرة العالمية هي كذلك غادي توفر سلامة ديال الضيوف إن شاء الله اللي غادي يكونوا حاضرين معنا. ينضم إلينا من باريس نادر حداد الرئيس التنفيذي في يورو كوربوريت لإدارة الأصول. أهلا بك نادر. دعنا نتحدث عن أرقام التضخم في المغرب وأسباب التسارع التي رأيناها إلى 5% طبعا في ظل الزلزال الأخير. هل يمكن أن يكون له تأثير على هذه الأرقام أم أن التأثير لم نره من قبل الزلزال بعد ويمكن أن نرى تأثيرا أكبر لاحقا؟ أعتقد أن بالنسبة لوضع المغرب ليس في منأى عن ما يحدث في العالم. هناك الحرب في أوكرانيا أثرت بصفة كبيرة على الإمداد، وهذا ما عطل يعني العرض، وهذا ما جعل الأسعار تتسارع خاصة المواد الغذائية. كذلك البنك المركزي المغربي قرر يعني تجميد رفع سعر الفائدة، وهذا لتحفيز الاقتصاد والاستمرار في سياسة تحفيزية للاقتصاد، رغم أنه في أول السنة الأرقام كانت جد مرتفعة حوالي 10% تضخم، ولكن سعر الفائدة هو في حدود 3%، وهذا أمر جد مقبول. كذلك تداعيات اليوم، تداعيات الزلزال ستكون هناك تداعيات ولو طفيفة، لأنه الاقتصاد المغربي يعني هو اقتصاد متنوع وهو اقتصاد مرن. نحكي أيضا عن صندوق النقد الدولي الذي سيقوم بمنح المغرب قرضا بقيمة $1,300,000,000. هذا القرض برأيك في أي الاتجاهات سيذهب؟ هو يعني منذ البداية وكما سمعنا في التصريحات يعني هو دليل ثقة في المغرب والاقتصاد المغربي ومحاولات المغرب الأخيرة في الإصلاحات الاقتصادية، ولكن أين يمكن استخدامه وفي أي الاتجاهات سيذهب، خاصة أنه يأتي بعد الزلزال؟ المغرب تقود سلسلة من الإصلاحات، يعني هناك سلسلة من الإصلاحات أطلقتها الحكومة، وهي إصلاحات، هناك إصلاحات قصيرة المدى وإصلاحات طويلة المدى. أعتقد أن كذلك المؤسسات الدولية على غرار صندوق النقد الدولي يثقون في المغرب ويثقون في هذه الإصلاحات التي ستقوم بها المغرب على المدى المنظور والمدى البعيد، لأن المغرب اليوم في حاجة لهذا الدعم للاستمرار في الإصلاحات. صندوق النقد الدولي لديه ثقة في المغرب ولديه ثقة في تنوع الاقتصاد المغربي وفي الإصلاحات الكبرى التي قامت بها الحكومة المغربية. وأعتقد أن يعني كل هذه الأموال $1.5 مليار ستتوجه للاستمرار
في الإصلاحات، يعني لن تكون دعم بل ستكون يعني موجهة إلى الإصلاحات أكثر. شكرا جزيلا لك. كيف ما شاهدتوا معايا خوتي العزاز، كان هذا هو الفيديو ديال اليوم. كنتمنى انه يكون الاعجاب ديالكم. ما تنساوش انه الا عجبكم الفيديو تخليو لنا اللايكات ديالكم وتخليو لنا الاراء ديالكم في التعليقات بخصوص الفيديو. في النهايه كنشكركم بزاف على الدعم ديالكم المستمر لنا، كنشكركم بزاف على التعاليق، كنشكركم بزاف على اللايكات اللي كتخليو لنا الفيديوهات. في النهايه الاصدقاء تهلاو في راسكم، تلاقاو في فيديو جديد والسلام عليكم.